السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على دماغي من فوق. يا ريت لو انت اول مرة تشوفنا جديد ما تنساش الاشتراك في القناة. لو انت حابب ومبتدئ مشروع الارانب، يا ريت تفعل زر الجرس عشان خاطر برضو تستفيد. ولو عجبك برضو الفيديو ما تنساش اخوك في اللايك. النهاردة هنتكلم برضو عن اسعار العلف اليوم، عشان بعد كده هنتكلم عن خطوات تانية بالنسبة هنعمل ايه. طبعا يا جماعة احنا في الغلو ده دلوقتي الشكارة العلف عندنا بإذن الله بتبدأ من 570 جنيه. الشكارة عندنا في داخل المكان على أرضه ب 570 جنيه. دي على أرضه هنا في قلب المكان والواقع يا جماعة. الجزئية التانية اللي هنتكلم فيها، طبعا احنا كنا متكلمين على بدائل الأعلاف اللي هو البطاطا الفترة اللي فاتت. فطبعا احنا في أواخر البطاطا هتنتهي. طبعا ما قدامكش حل غير البرسيم. ولو انت زارع برضه، هو البرسيم كويس اليومين دول، بس يا ريت الناس اللي بتقدمه ما تقدموش هو لسه محشوش من الارض وتفضل تقدمه للارانب. انت تسيبه يوم او يومين يدبل، ميته اللي فيه تدبل، وخاطر برضه تقدمه للارانب بس مش بكتره. خليك كده حسس بالدنيا بس ايه شويه عشان ما يعملكش اسهال وبوكسيديا. وطبعا لو انت ماشي معانا في مبادئ العلاج اللي بتنزل في الميه، تشتغل وقلبك جامد وما تقلقش من اي حاجه، بس مش وجبه اساسيه. يعني ما يبقاش تحطها الصبح واخر النهار. انا افضل لا اما بالليل لا اما الصبح. انت حضرتك بقى اللي تحبه وشايفه. طبعا احنا لسه في البدايل عشان خاطر برضو الاسعار مش ملزه. وبرشحش اي حد يبيع كيلو الارانب اقل من 60 جنيه. اكبر خساره يا جماعه لو انت بعت الارانب اقل من 60 جنيه. طبعا الجزئية التانية اللي احنا هنتكلم عليها، هنحسب التكاليف هتبقى عاملة ازاي اليومين الجايين. وان شاء الله تابعونا الفيديو الجاي، هنتكلم عن حاجات مهمة جدا 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 هتعجبك قوي. وممكن كمان تساعدك شوية انك تعرف تربي ارنب. يا ريت لو انت عجبك المعلومة ديت تنساش الاشتراك في القناة، فعل زر الجرس لو انت حابب ولسه مبتدئ في مشروع الارانب. ويا ريت ما تنساش اخوكم في اللايك، واللي عايز يشير على دماغي من فوق، واللي مش عايز يشير برضه على دماغي من فوق.